الجروب العائلي اللي على الواتساب. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يخرب بيت. طبعا ده مبدئيا بتبقى اكبر عمه فينا هي اللي ماسكاه، او خاله، يعني اكبر حد خالص. مش شايفه يا حرام الموبايل، بس احنا لو جدع كده افتح بقك، احنا مخلينا هي الادمن وهتضيفنا واحد واحد. انا ما اعرفش احنا ليه بنعمل فيها كده. اي رساله من اي نوع لازم تتعاد 36 مره على عددنا كلنا زيكم. مفيش 36 الحمد لله نبتدي نقلق بقى. الواد احمد ابن ميرفت ما ردش، هو طلق ولا ايه؟ طبعا مش بيفهموا لا المنشن ولا الريبلاي ولا اي صوره فيها اي حركه بقى ستوري الكلام ده. مش بيفتحوا اي لينك، يعني ايه ويب سايت اصلا مش عارفين. طالما مفيش بيبيهات صلبوطه كده مكتوب عليها صباح الخير او صباح الورد، ست كده كاركتير بتتريق على النظافه والطبيخ عشان بنلقح على الستات اللي بره العيله. عمتي اللي مش شايفه الموبايل ده عاملاه عشان كده، عشان اي ست من بره العيله نبتدي ان احنا نسف عليها شويه سبح على شويه سجاجيد على مساجد على شويه ادعيه. ده اللي احنا ممكن نعمل عليه لايك او نفهم ايه ده. في بقى على حدود كده يوم الثلاث او الاربع بنبتدي نزهق من الصور دي، نبتدي نعمل تحذيرات بقى. اي تحذيرات، قاضي سرقه، جو وحش، في مطره مع ان احنا في الصيف. اليوم اللي بعديه بقى على طول لازم معلومات علينا بقى. واحده ابنها اتخرج من ثانويه عامه، لازم اقول معلومه. ما لقيتش بقسماط في الفرن، دي معلومه اعدي بيها اليوم. لكن ما قلتش معلومه هيبتدوا يقلقوا، هيروحوا لي كلهم على البرايفت مسجز. خدي عندك بقى مكالمات، ما تبقيش تحبينا وما ترديش لي على الجروب، ايه اللي حصل؟ الخميس الصبح احنا بنتفق على خروجه الويك اند اللي احنا اصلا عمرنا ما طلعناها في حياتنا. الاسبوع بنجيب خروجه جديده على ان احنا زهقنا من الخروجه اللي فاتت واحنا اصلا ما رحناهاش. قبل بقى اي اجازه نص سنه واخر السنه نبتدي نعمل بقى ايه سفريه العائله، نشوف الاماكن اللي احنا هنروحها، العدد اللي هيطلع، عدد العيال اللي طالع، مين اللي هيطبخ هناك، هناكل ايه اول يوم واخر يوم عشان ده دايما بيبقى فيه كركبه، هياخد اوضه ايه والمراوح عامله ازاي. وصل لدرجه ان احنا خلاص دفعنا الفلوس وما بنطلعش. ابتديت احس ان الفلوس دي صدقه انا بديها لله مش اكتر. احنا بنجمع الفلوس وعمرنا ما طلعنا السفريه دي.